نروح بقى على ماتش بكره الاهلي والاسماعيلي او الاسماعيلي والاهلي. مباراه الاهلي النهارده اعلن القايمه بتاعته، خرج من القايمه عبد الله السعيد واحمد فتحي كما توقعنا. ويمكن احنا ضربنا مثل امبارح بمحمد صلاح لما رجع من منتخب مصر، سباليتي المدير الفني لفريق روما قعده احتياطي في اول مباراه، وبالتالي اشركوا المباراه اللي بعديها تألق، عمل البسطين اللي جه منهم الجونين وتسبب في ضربه جزاء اضاعها جاكو رأس حربة طبعا نادي روما. لكن هنا الحقيقه كل الدولين اشتركوا في المباراه الاولى، وبالتالي كان الموقف صعب جدا جدا جدا. عشان كده ابتعد النهارده عبد الله السعيد وابتعد احمد فتحي عن التشكيل الرئيسي لنادي الاهلي. واحد يقول لي طب يعني كان يريحهم في السوبر؟ وجهة نظري التي لا قيمة لها على الاطلاق، ان لابد كان اراحتهم في السوبر، كان ياخد منهم في مباراة بكرة كل اللي هو عايزه. لكن كمان مؤكد اللعيبة قالت له احنا جاهزين واحنا فت يا كابتن واحنا كذا واحنا كذا، وهو مش هيخش جوه عضلاتهم ويقيس. انما طبعا المؤشرات بتبقى باينه من خلال اخر اداء وظهور ليهم امام الكاميرون، كانوا يعني في حاله اعياء شديد. وبالتالي انضم سليماني كوليبالي وعمرو بركات للقايمه اللي توجهت الى السويس ب 22 لاعب، وخرج احمد حمودي لانه لسه بيتاهل بدنيا، وخرج ايضا حسين السيد من قائمه الفريق تماما. يعني حسين السيد مش في قائمه ال 22 برغم انه كان طبعا في السوبر اساسي زي ما حضراتكم عارفين، لكن طبعا هذا هو اختيار المدير الفني وهو اقدر واحد على معرفه امكانيات وقدرات لاعبيه. وبكده يبقى في حراسه المرمى شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي. في خط الدفاع احمد حجازي، محمد نجيب، سعد سمير، صبري رحيل، محمد هاني، علي معلول. في الوسط عمرو بركات، حسام غالي، حسام عاشور، صالح جمعه، كريم ندفد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، اكرم توفيق. وفي الهجوم سليماني كوليبالي، عمرو جمال، جونيور اجاي، وعماد متعب. وطبعا بعد شويه هقول لكم قائمه الزمالك، وهعرفكم طبعا برضو ان هم استبعدوا اتنين دوليين كبار جدا، طارق حامد طبعا وعلي جبر. يعني اللي احنا قلناه يا جماعه ما بنألفش، لما قلنا استبعاد الدوليين من مباراه السوبر كان مهم جدا جدا جدا، كانوا يقدروا يلعبوا، كان ليهم البديل. وده اللي المديرين الفنيين يبتدوا يتجرأوا شويه ويبتدوا يدفعوا بلاعبين ما كانوش واخدين فرص. ما تخافش، ادي. وربما هذه الجرأة توصلنا للي طالبت بيه امبارح، ان في معسكرات المنتخب الوطني ومبارياته لا يتوقف الدوري ويستأنف بغير الدوليين.